يا مساء الهنا والسعادة على متابعين قناة حكاوي بنات للقصص الكاملة في كل مكان. عايزة أقول لكم إنكم وحشتوني جدا 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 من آخر قصة كنا فيها مع بعض. كل سنة وانتم طيبين، ده أول رمضان لينا. رمضان جاي وبيحب معاه روح جديدة وفرصة للتغيير في الشهر ده، اوعى تضيعها عليك. بنستعد للصوم والقرآن والصلاة وبنتقرب أكتر من ربنا، بنسأل ربنا التوفيق والهداية والتوبة، وبنبعد عن الأخطاء والذنوب كلها. رمضان شهر الرحمة والمغفرة، واللي بيسارع في الخير فيه ربنا بيبارك له في شغله وفي وقته كله. في رمضان بنحس بالروح اللي بتجمعنا كلنا على سفرة واحدة في جامع واحد نصلي فيه، وفي قعدة صافية بنحس بالمحبة والتعاون، بنساعد بعضنا كلنا من غير لا زهق ولا ملل، وبنقرب من ربنا. رمضان شهر التغيير اللي قادر يحولك من طالح لصالح نافع في حياته. اللي عايز منكم يغير حياته ياخد رمضان بداية جديدة ليه. ويلا بينا نصلي على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. جايلكم النهاردة ومعايا سؤال حلو جدا: من هي الصحابية الملقبة بزوجة الشهداء؟ اكتبولي تحت في التعليقات. قصتنا النهاردة قصة حلوة جدا جدا جدا، لأنها بقلم الجميلة والمتميزة جوانا محمد. أتمنى إنها تعجبكم، بس بفكركم تدعمونا في القناة باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل قصة ننزلها. وقبل ما نبدأ قصتنا عايزة أقول لكم إننا رجعنا تاني وبقوة ننزل على قناة حكاوي بنات روايات، ونزلنا عليها رواية جامدة جدا 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 اسمها لعنة الماضي. يلا بسرعة تابعونا هناك، وأوعدكم إنها هتعجبكم جدا. وما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس على الكل عشان تتابعوا جميع حلقاتنا، وهسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت. ويلا بسرعة 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 نقول بسم الله ونبدأ ونشوف قصتنا بتحكي عن إيه. في حارة شعبية كان عصام الشهير في الحرب عم شكشك واقف في شباك بيته في الدور الأرضي، وهو بيبص على اللي رايح واللي جاي. جه واقف قدام الشباك ولد صغير وهو بيقول: صباح الفل يا عم شكشك يا غالي. صباح الخير يا واد يا كنك. ايه يا واد، مالك رايح جاي كده في الشارع زي الدبور من صباحية ربنا؟ خير، في ايه؟ كل سنة وانت طيب يا عم شكشك، رمضان بكرة ان شاء الله، وبنلم فلوس الزينة عشان نزين الشارع كده ونحس ببهجة رمضان. ماشي يا واد، كل سنة وانت طيب. كان فضل واقف باصص له وهو بيقول: كل سنة وانت طيب يا عم شكشك. وانت طيب يا حبيبي. يا عم شكشك بقولك كل سنة وانت طيب. رمضان كريم يا واد، في ايه؟ الله أكرم يا عم شكشك بقولك. جرى ايه يا كنك؟ واقف زي الشوكة في الزور كده ليه؟ ما توسع، عايزة اتفرج على اللي رايح واللي جاي. واضح كده يا عم شكشك انك لسه صاحي من النوم. المهم يعني شخلل جيبك كده وهات فلوس الزينة يلا. وتطلع كام فلوس الزينة دي يعني يا واد؟ قولي، عايز 5 ولا 10؟ خير ربنا كتير. ضحك كنكة جامد وهو بيقول: 50 يا عم شكشك، عايز 50. يوه، هي الدنيا رخصت كده من امتى يا واد يا كنكة؟ معقول عايز 50 قرش بس؟ استنى، هجيب لك 100 لو عايز. كنكة ضرب كف بكف وهو بيقول: يا عم شكشك 50 قرش ايه بس؟ دول ما يجيبوش لبنا دكر حتى. انا عايز 50 جنيه كده بالصلاة على النبي. ساعتها شكشك صرخ في وشه جامد وهو بيقول: 50 عفريت لما يقفوا يرقصوا قدامك كده يا واد يا مخفن؟ 50 جنيه ليه؟ انت هتعلق زينة من مية الدهب ولا ايه؟ هو انت هتشغلني معاك ولا عايز تستغفلني مني راجل طيب وسخي؟ ابتسم كنكة بتريقة وهو بيقول: انت هتقولي على السخاء اللي انت فيه. امشي يا واد انت من هنا، انا كنت بدفع لكم ال5 جنيه دي وانا مستخسرها. عاوزني ادفع 50 جنيه؟ مش كفاية ال200 جنيه اللي شاري بيهم زينة البيت؟ امشي يا واد يا كنك. طب هات ال5 جنيه اهو، اي حاجة من وشك، خلصني بقى. خد 10 جنيه اهي. مش عارف من غيري في الحارة دي كنتوا هتعملوا ايه؟ والله الحياة هتبقى بامبي صدقني، بس مين بيختار قدره بقى. يلا سلام يا عم شكشك. يا باي، واد لزقة صحيح. ال50 جنيه ايه؟
هو الزمن اتقل خيره كده ليه؟ وفي مكان تاني في فيلا كبيرة كانت تلا وفاطمة قاعدين جنب بعض في الصالة، لقوا أحمد أخوهم دخل عليهم وهو ماسك حاجة ورا ظهره. فاطمة بصت له وقالت: إيه اللي أنت مخبيه ورا ظهرك ده يا حبيبي؟ اوعى تكون واحدة ست. ضحك أحمد وقال: وانت بمخك الكبير والذكي ده يا حبيبتي، هخبي واحدة ست ورا ظهري ازاي؟ ليه؟ هي قزمة يعني؟ والله يعني هو ده اللي فارق لك يا أحمد؟ لكن تخني عادي بالنسبة ليك، صح؟ مين بس جاب سيرة الخيانة؟ أبوس هرمونات حملك يا بطوطة، بطلي تبقي دراما كوين وما تضيعيش عليا اللحظة الرومانسية. بصت له بغيظ وقالت: قصدك ايه يعني؟ ان انا نكد، صح؟ يا روح ينقطع لساني الوحش ده لو قلت عنك كده. مستحيل طبعا. مين دي اللي نكد؟ ده اكيد تلا اختي، وكمان بتاخدني على قد عقلي. اخصى عليك يا احمد. يا ربي، انا تعبت من هرمونات الحمل الغريبة دي، اراضيها ازاي طيب؟ ضحكت تلا وهي بتقول: ورينا في ايه ورا ظهرك واخلص بدل ما نعيط لك هنا. احمد راح وقف جنب مراته وطلع الفانوس وهو بيدولها بحب وقال: كل سنة وانت طيبة يا أغلى حاجة في حياتي، كل سنة وانت طيبة يا أم حكشة يا عسل انت. فرحت قوي وبصت له بحب وقالت: الله يا حبيبي، ده جميل قوي. شكرا بجد يا أحمد إنك فرحتني. شكرا على إيه يا هبل؟ انت مراتي وحبيبتي، دي أقل حاجة. إن شاء الله كده السنة الجاية أجيب لك انت وحكشة حبيب قلبي، إن شاء الله يا حبيبي. خلاص عفوت عنك. بصت لهم طلب غيظ وقالت: ما تراوا ان في واحده سنجل قاعده وسطكوا يا جدعان، مش كده محاسسي ماتت منكم. رفع احمد حاجبه وقال: محاسس مين يا بت انت وسنجل ايه؟ انت متخانقه انت ومراد خطيبك ولا ايه؟ لا يا عم بعد الشر، احنا لسه متصالحين من يومين، ما لحقناش نتخانق تاني يعني. بس طالما مش متجوزه فانا حاسبه نفسي سنجل وهي ماشيه. هو انتوا العيله دي بتفكر ازاي؟ صح يا تالا، ده لحد ما تتجوزوا وتخلفوا برضه ممكن يكون بيتسلى بيكي. ساعتها ضرب أحمد كف بكف وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنتي ما تنشريش هرموناتك في الجو. بصت له بغيظ وأحمد سابها وراح واقف قدام تالا وبس راسها بحب وهو بيديها فانوسها وقال: انت بنتي قبل ما تكوني أختي يا توت، ده فانوسك يا ست عشان تبقي تعرفي بس قيمتي. اتنططت بفرحة وهي بتقول: الله يا أحمد، ده جميل جدا، أنا بحبك أوي، تعيش وتجيب لي يا حبيبي. حبيبتي يا توتة، أهم حاجة إنك فرحانة. وكانت لسه هترد عليه لقوا أبوهم دخل من الباب وبصلهم وقال: خير كده، متجمعين عند النبي. قالوا كلهم في نفس واحد: صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى يا حبايبي، جدكم كلمني وقال لي نروح له نقعد معاه شوية. رد أحمد وقال: إحنا عايزينه يجي يفطر معانا بكرة يا بابا، مع إنه بيطلع عينينا بس مش مشكلة عشان ما يفطرش لوحده، وكمان رمضان بيحب اللم. رد الأب وقال: ما هو ده اللي أنا عايزة أكلمكم فيه، إحنا هنروح له ونقنعه بكده، بس اوعوا تخلوه يأثر عليكم ويقنعكم إن إحنا اللي نقعد ونفطر معاه بكرة. الحارة بتبقى دوشة. ردت تلا عليه وقالت: وأنا ما بعرفش أنام يا بابا بجد هناك، صوت طنط اللي بتبيع اللبن دي فظيع قوي. وفاطمة كمان قالت: وأنا خايفة ابني يطلع شبه كنك. ضحك أحمد جامد وقال: وأنا خايف من جده شخصيا. عموما ما تقلقش يا بابا، خلاص يا بنات اطلعوا البسوا يلا عشان نروح نشوف سي جده عاوز ايه. هزوا راسهم بالموافقة وطلعوا يغيروا هدومهم وركبوا العربية كلهم وراحوا على الحارة. وأول ما وصلوا نزلوا من العربية وكانوا واقفين يتفرجوا على أهل الحارة وشايفين الناس وهي مبسوطة وواقفين يعلقوا الزينة سوا بفرحة، والعيال الصغيرة بتجري وتلعب في الشارع سوا بحب. فاطمة بصت لأحمد وقالت: فرحة رمضان هنا غير برضو يا أحمد، عندنا ملهاش طعم خالص، وكل واحد في حاله كده يا حبيبتي ده وش ووجع دماغ، هناك أروق وأهدى بكتير، وأحسن حاجة إن كل واحد في حاله، بجد ربنا يديمها نعم. بصت له بغيظ وسكتت. وتلا بصت لأبوها وقالت: الله يا بابا، بص مزينين الشارع كله ازاي، شكله نايس قوي بجد، وريحة رمضان هنا ظاهرة جدا. معاكي حق يا بنتي والله، هي الحارة هنا كده من وانا صغير خالص، والناس بتعمل نفس العوايد بتاعتهم، لازم يلموا فلوس الزينة ويملوا الشارع كله بيها. نفسي أفضل عايشة هنا على طول، بس بخاف من بتاعة اللبن جدا. ضحك أبوها وقال:
اسكتي يا بنتي، تعيشي هنا ايه؟ يعني انا اخدتكم وقعدنا في كومباوند وانت عايزه تعيشي في الحاره؟ والله بفكر اقول لمراد يجيب لنا بيت هنا ونتجوز هنا. اسكتي يا تلا الله يبارك لك. وبصت لباباها وهي بتضحك، ودخلوا البيت سوا لعصام ورنوا الجرس وكانوا بيطبلوا على الباب. عصام قلب غيظه وهو بيقوم من على السرير. يا باي، اكيد الواد كانك تلاقي ال5 جنيه فاض منها وجاي يرجعهم. وراح عند الباب وزعق وهو بيقول ما تصبر يا اللي على الباب، ايه هيجيلك تشنجات لو هديته شويه؟ جاتكم الهم جرت غم. وفتح الباب، واول ما شافهم هما ال4 قدامه ابتسم وبعدين كشر وقال بسرعه انتوا ايه اللي جابكم هنا يا ولاد خالد؟ لسه فاكرين ان ليكم جد تشوفوه؟ وانت يا خالد يا ابني لسه فاكر ابوك يا حبيبي؟ كتر خيرك والله. بصله احمد وقال بحرج ايه يا جدو، في ايه؟ في حد يستقبل ضيوفه كده برضه؟ وردت تلا وقالت يعني قول لنا حتى مساء الانوار يا منور انت. طب قول لنا اتفضلوا حتى يا بابا يا حبيبي، مش شايف مرات احمد واقفه وقدامها بطنها مترين ورجلها مش شايلاها؟ عصام بصلهم وهو بيشاور لفاطمه وقال طيب اذا كان كده ادخلي يا بنتي يا فاطمه يا مرات حفيدي، نورتيني قوي والله. رد عليه احمد وقال طب واحنا يا عصعص؟ رفع حاجبه وهو بيقول ايه يا سبع البرومبا انتوا كمان؟ قدامكم بطنكم مترين ورجلكم مش شايلاكم ولا ايه؟ لو كده قول والله ما تتكسفش وانا ادخلكم على طول. خالد بص لاحمد وقال منك لله يا احمد يا ابني، جايب لنا الكلام كده على طول. ضحك عم شكشك بخبث وقال خلاص ادخلوا ادخلوا، صعبتوا علي، قلبي الحنين ده هيوديني فين بعد كده مش عارف والله. ودخلوا كلهم وقعدوا، وعصام كان بيبص لهم واحد واحد ومستني حد يتكلم. واخر ما زهق قال مالكوا يا حبايبي قاعدين عند نسايبكم ولا ايه كفالة الشر؟ اتخرستوا يعني ولا تكونوش واكلين سد الحنك قبل ما تقولي هنا؟ بصت له تلا وقالت ما هو الصراحة كده يا جدو. وكمل احمد وقال اصل يا عصعص. خالد بص لهم مرة واحدة وقال الصراحة كده يا عصعص احنا جايين ناخدك عشان تقضي بكرة معانا ونقعد قعدة حلوة كده سوا ونفطر مع بعض ونصلي جماعة كده. بصت له فاطمة وقالت أول يوم رمضان بقى، كل سنة وانت طيب يا عم عصعص يا سكر انت، عايزينك تبقى وسطين. ابتسم أحمد وقال والله ما هنفطر بكرة من غير ما تكون قاعد على راس السفرة معانا وتقعد كده وتملى علينا الجو يا كبرنا. بص لهم عصام برفض وقال لا يا حبيبي اسكزمي بقى، معلش أصل أنا متعود أقضي أول يوم رمضان هنا في بيتي في الحارة، أسمع صوت إمام الجامع الكبير اللي جنب بيتنا ده وهو بيأذن المغرب، تلفزيوني والراديو بتاعي يكونوا جنبي، أشغل اللي على كيفي وأتحرك بمزاجي، أجيب بقى رامز أجيب محمد رمضان، المهم أبقى بكيفي. ردت تلا وقالت يا جدو ما هي الفيلا بيتك وبتاعتك برضه، اعمل اللي انت عايزه كله محدش هيتكلم أكيد. كملت فاطمة كلام وقالت لازم تبقى معانا يا عصعص. وأكد أحمد على كلامهم وقال رمضان ما يبقاش حلو من غير وجودك طبعا، رمضان أحلى مع عصعص مع عم شكشك. بصله عصام وقال طول عمرك سامج يا ابن خالد، يا عيني عليك يا بنتي يا فاطمة، مستحملاه ازاي ده يا قلب أمي؟ مين رماكي على الجوازة المهببة دي بس يا بنتي؟ بصت له فاطمة وقالت الحب بقى يا جدو يا حبيبي، الحب وعمايل، نعمل ايه بس؟ ضحكوا كلهم عليهم هما الاتنين. وبعدين خالد بص للبنات وقال ما تتكلموا يا بنات واقنعوه معانا، مالكم ساكتين كده ليه؟ ده اللي اتفقنا عليه برضو. بصت له فاطمة وقالت ببراءة انتوا قاعدين يا عم ما يصحش نتكلم في وجودكم برضو. وكملت تلا كلام وقالت الشوفة شوفتكم ورجالتنا في وجودهم نسكت تبع الله. بص لهم أحمد وهو بيقول بضيق من امتى الأدب والهدوء ده يا حبايبي؟ وكمل خالد الكلام وقال والأخلاق دي كلها يا بنات، المهم يا بابا عصومي يا حبيبي انت هتيجي معانا يعني هتيجي خلاص الأمر منتهي. بص لهم عصام وهو رافع حاجبه وقال قلت لكم مش هخرج بره الحارة أول يوم رمضان، يعني مش جاي معاكم، ما تخلونيش بقى اتنرفز واتعصب وأقول كلام ما ينفعش والنهاردة وقفة رمضان يعني شهر كريم، وبلاش مسخرة بقى وقلة أدب. لقى ابنه وأحمد كشروا وبصله بقلة حيلة، قام وقف قدامهم وهو بيقول ببراءة وخبث والله بقى لو فارق معاكم وجودي بكرة تعالوا انتوا قضوا أول يوم رمضان معايا وفرحوني وفرحوا قلبي
وتبقوا عملتوا سواد. أحمد وخالد نطقوا في صوت واحد وقالوا لا طبعا يا عصعص، البنات مش بيرتاحوا ولسه ملحقوش يكملوا جملتهم لقوا تلا وفاطمة واقفين جنبه وبيقولوا يا جدو عصعص موافقين قوي قوي. جز أحمد على أسنانه وهو بيقول يا بنت الناس المحترمين، ورجع بص لتلا وقال بقى كده. أما خالد بص لهم وهو بيستحلف لهم وقال ده اللي اتفقنا عليه وربنا لوريكم. عصام حضن البنات وهو بيقول بناتي موافقين يا دكر البط انت وهو، هتقضوا معايا أول يوم بالحسنة ولا نخليها بالسيئة بقى ونخليه رمضان عسل عليكم؟ بصت فاطمة لأحمد وهي بتقول بالله عليك يا أحمد، خلينا نقضي أول يوم رمضان هنا في الحارة مع جد. وبصت تلا لأحمد وهي بتقول ده رمضان هنا ليه طعم تاني والله، اسمع مني. وبعدين بصت لخالد وكملت كلامها وقالت هتحس برمضان لأول مرة في حياتك يا بابا يا حبيبي، اسمع مني بقى بالله عليك عشان خاطري. وقفوا هما الاتنين وقالوا في نفس واحد ده انتوا عاملين رباطية بقى علينا. رد عليهم عصام وقال أيوة يا واد يا خالد انت وابنك النمس ده، إذا كان عاجبكم وعشان قلة أدبكم دي هتقضوا الليلة دي ونتسحر سوا وهتباتوا هنا كمان وهتقضوا بكرة كله معايا، وبعد كده عايزين تمشوا براحتكم بامشوا، الباب واسع ويعدي جمل. وبص أحمد بزهق وقال لا طبعا أنا مش موافق على الكلام ده يا جد، وأنا كمان يا بابا عايزة أنام على سريري أول يوم رمضان، وأنا مش هقضي أول يوم رمضان غير في الفيلا، يعني بعد إذن حضرتك طبعا. وطبعا عشان أهم حاجة الثبات على المبدأ، بعد شوية كلهم كانوا واقفين في البلكونة عشان يزينوا الزينة زي ما عصام قال لهم. بص لهم عصام وقال ما يلا يا واد انت وهو، هتسيب جدك يا أحمد انت وخالد وهتسيب أبوك الكبير اللي زي القمر يركب الزينة لوحده، يلا ايديكم معايا. كل واحد فيهم أخد جزء من الزينة عشان يعلق، وأحمد كان واقف بيعلق الزينة وأبوه كان واقف زهقان. بص لفاطمة وغمز لها، وفاطمة ضحكت بدلع ولقى جده عصام بيشد من ودانه وهو بيقول احترم نفسك يا واد يا حرام انت، احترم نفسك يا اخوي، احنا في رمضان وبطل قلة أدب، هي ناقصة ذنوب. بصله بغيظ وقال دي مراتي يا جد، مراتي والله العظيم، هو انت شايفني جايبها من الشارع؟ لو مش مصدقني اجيب لك قسيمة الجواز تشوفها. بصله وهو بيقول بغيظ شوف الواد وقلة أدب، ما تسكت ابنك يا خالد بدل ما تغبى عليه. وقف خالد في النص بينهم وقال ما خلاص يا جدعان صلوا على النبي، ابننا وغلط يا بابا، خلاص ما تزعلش، هتفضحونا حرام عليكم. بصلهم عصام ورفع حاجبه وقال يلا ايديكم معايا، ما تبقوش تنحين يا حبايبي كده ويلا شهلوا. رد عليه أحمد وهو بيضحك بتريقة حبايبك؟ قول أعدائك، قول أخصامك، لكن حبايبك دي ما ظنش خالص. رفع عصام صباعه في وشه وقال اقعد ساكت بدل ما شدك من ودنك زي ما كنت بعمل مع أبوك وهو صغير، اقعد ساكت بدل ما شدك من ودنك زي ما كنت بعمل مع أبوك وهو صغير، شايف؟ أكيد ما كبرتش يعني كده من فراغ يعني. ضحكت فاطمة وهي بتقول خلاص بقى يا جدو يا عسل انت، سيبه كده عشان ابننا ما يطلعش ودنه كبير. ضحكوا كلهم، وأحمد بصلهم بغيظ وقال تصدقوا بتضحك؟ خلاص أحمد بقى التريقة بتاعتكم يعني ولا ايه النهاردة؟ مش فاهم أنا. بصت لهم تلا وقالت عايز ايه يا جدو عالسومي واحنا نعملهولك؟ قول لي تلا حبيبة قلبك يلا اقفوا ايديكم معايا، بلاش تنحى وكل واحد يركب بذمة وضمير، ولو ان شكلكم ما عندكوش ضمير، مش كفاية اننا بنركبها ليلة رمضان؟ ده انا ايام جدتكم كنا بنركبها قبل رمضان بشهر، حبيبتي الله يرحمها كانت ست جدعة وب100 راجل. بصله أحمد بغيظ وقال قصدك ايه يا جدو يا حبيبي يعني؟ هو احنا صفينار قدامك ولا ايه؟ مش فاهم انا والله، اما حاجة تجنن. واول ما سمع اسم صفينار ضحك وهو بيقول يا ريت يا واد يا ريت. ضحكت تلا عليهم وقالت اسكت يا جدو، بكرة رمضان حرام كده. جدو اوبن مايند يا بت. وبص لأحمد وقال احترم نفسك ياض، بدل ما اجيب القبقاب بتاعي وابقب لك بيه على دماغك يا احمد يا اصفر انت، ده انت عيل صفار بيضة والله. احمد نفخ بغيظ وكان لسه هيتكلم، مسكه خالد وقال خلاص بقى يا احمد بلاش فضايح يا ابني، ده جدك وكبير برضه، انت مش شايف يا بابا هو بيعمل ايه؟ هو بيرازيني ليه؟ بيحبك يا واد، اسكت بقى. كانوا واقفين بيتكلموا سوا واتلهوا عنه.
وبيبصوا فجأة لقوه متشعلق على سور البلكونة وبيعلق الزينة. فاطمة صرخت وقالت: انزل يا عصوم، انزل ما تتهورش. بصله أحمد وقال: اهدى يا فالنتينو، خلصنا بقى، مش ناقصة أخبار وحشة قبل رمضان. وبصله خالد وقال: هو أنت من الطيور يا بابا يا حبيبي وأنا معرفش ولا إيه؟ يعني متشعلق على السور كده ليه؟ نفسي أفهم، انزل ربنا يهديك. بصلهم عصام وقال: أيوة يا حيلتها، أنا غراب يا عيني، ما هو لو كان بقف فيكم ساعدني ما كانش ده بقى حال. اخصى على الرجالة اللي بقوا موجودين كمالة عدد. وطلعت جارته ليلى اللي كانت واقفة في البلكونة اللي جنبهم وقالت: أهلا يا عم شكشك يا حبيبنا، كل سنة وانت طيب وبألف خير، رمضان كريم عليك. وانت طيبة يا بنتي يا ليلى، والله فيك الخير، مش زي ناس كده. المهم بقولك ايه، اشقطي كده فرع الزينة ده نوصله بينا وبينكم عشان يدي منظر كده ويبقى ملعلط في الشارع كله. بس كده عيني، احدف يا غالي. وحدف لها الزينة ووقفوا علقوا سوا، ومد ايديه الاتنين لأحمد وخالد، وبعد ما خلصوا قال: امسكوا ايدي يلا يا ولاد، خلوني انزل يلا، انتوا طرش. احمد بصله بسماجة وقال: مش انت عملت فيها طائر الخفاش والراجل الوطواط؟ نط بقى وانزل يا جدو يا شجاع انت زي ما طلعت. كان لسه هيكمل كلامه لقاه طار عليه وخده ووقعوا فوق بعض. احمد مسك ظهره وهو بيقول بوجع: يا جدو انت بتكرهني ليه؟ جايبني عشان تخليني مكسح قبل رمضان؟ والله اللي بتعمله ده ما يرضيش ربنا ابدا ولا يرضي حد. ربنا يا قام وهو بينفض ايده وقلب ضحك: عشان تبقى تستقل بقدرات جدك شكشك تاني يا بقى فانت يا صغير. فاطمة راحت مسكت ايديه وهي بتقول وهي كاتمة ضحكتها: قوم يا حبيبي، قومي تسند عليا. بصلها عصام وهو بيقول: سيبيه يا بت، سيبيه يا ام قلب حنين انت، ده زي اللوح ما يجرالوش حاجة ابدا مهما حصل، لو هبتيه في الحيطة هيتردلك تاني. بصله احمد بغيظ وقال: ده على اساس اني مطاط يعني بترمي في السقف اردلك تاني ولا ايه؟ ما تتكلم يا بابا عشان انا لساني طويل. بصله وهو بيقول بزهق: لا بجد كده كتير قوي، انتوا زهقتوني وفرهدتوني، امال هنعمل ايه في الصيام؟ هجيبكم من شعوركم اكيد. بصله خالد وقال: بس انا شايف ان مفيش بينا اي نوع من انواع الكونتاكت، يبقى كل واحد بقى يفطر في بيته وبارك الله فيما رزق. ساعتها زقه وهو بيقول: بس يا واد انت ابعد من وشي كده، وانت يا واد يا احمد روح هات الفانوس اللي جوه ده عشان نعلقه ونقيده قبل الفطار بكره ان شاء الله. يلا انت هتقف تتفرج على جمال ياض انت؟ ما تهز كتفك كده يلا. احمد راح يجيب له الفانوس وهو بيقول ببرطمه: استغفر الله العظيم يا رب، توب علينا بقى من المعامله الزفت دي. بطل برطمه يا روح امك عشان ما زعلكش. الله يرحمها يا جد، ارحمني بقى انت كمان. قصدك ايه يا واد، بتفول عليا؟ رد خالد بسرعه وقال: لا يا بابا، اكيد ما يقصدش اللي فهمته يعني. بصلهم بغيظ وبعدين وقفوا علقوا الفانوس، واول ما تركب بص عليه بابتسامه وقال: ده بقى عشان يعمل بهجه كده في الشارع، اديني في الملعلط يا متدلع. ضرب احمد كف بكف وهو ميت على نفسه من الضحك وقال: انت متاكد يا عم شكشك انت ان عندك 60 سنه؟ الحقوا يا جدعان، ده بيقول اديني في الملعلط يا متدلع. بس يا واد انت حاسدنك مني، شكلك مش حلو زي. بصيت له فاطمه وهي بتقول: والله يا جد شكشك، نفسي احمد يبقى حلو زيك ويتعلم منك كل حاجه كده، والله هيبقى تحفه. خالد راح شد فاطمه وهو بيضحك وبيقول: لا تعالي خليكي في نعيم الجهل احسن، هو حلو كده مش ناقص. بصلهم احمد بغيظ وسكت وهو بيستحلف لها. دخلوا كلهم وقعدوا وكان كل واحد ماسك تليفونه. شكشك راح وقف قدامهم وقال: يلا يا احمد يا حبيبي انزل هات لنا حاجه السحور. حاضر يا جد، هكلم عم مسعود يجي يجيب اللي انت عايزه من تحت. لا يا حبيبي، بلا عم مسعود بلا عم معزوب، قوم فز كده على حيلك وتقلقل من مكانك وانزل هات لنا حاجه السحور، وحس بريحه رمضان في الحاره، وحس بريحه رمضان في الحاره وسط الناس الطيبه اللي وشها سمح، وسط عم حسين وعم حسن، مش في الكومباوند يا قلب جدك، وسط سوسو ولولو وتتح. ضحكوا البنات على كلامه وفاطمه بصت له وقالت: والله يا جدو شكشك انت زي السكر، بقعد اقول كده بس هنعمل ايه بقى، دماغ ناشفه. اسكتي انت يا فاطمه عشان هي مش ناقصه، خليني ساكت. بص له شكشك بغيظ وقال: ايه يا واد،
هتعلي صوتك على مراتك ولا ايه؟ ده انا كنت شبشبتلك واتحزمتلك. تلا ماتت على نفسها من الضحك وقالت معقولة يا جدو هتتحزم؟ ضحك عم شكشك وهو بيقول اتحزم ايه يا هبلة انت كمان؟ حزمتلك يعني مسكت الحزام عشان اضربه يعني. انتوا بتفهموا منين يا عيال ابني؟ دماغكم زبالة ليه؟ احمد ضرب كف بكف وهو بينفخ بزهق وقال احنا كده. وبعدين اللهم اخزيك يا شطان، عايز ايه دلوقتي يا شكشك؟ اتعدل كده يا واد انت وبطل نفخ بدل ما تفرقع من جنابك، وانزل هات فول وطعمية وهات لي مسقعة، بس ما تكونش نفس درجة سقوعيتك كده عشان ما تبقاش مجلدة، ماشي؟ خالد بصله وقال بضحك مسقعة ايه بس يا عصعص؟ انت عايزنا نجيب لك المطافي لمعدتك بعد الفجر ولا ايه؟ بس يا واد ده انا حديث وصحتي متينة، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس من عينيكم. تلا بصيت له وهي بتقول مع نفسكوا بقى، انا بسحر زبادي ولا فول ولا كل اللي عايزين تبوظوا بيه الفتنس بتاعي. فتنس ايه يا بت انت؟ اصبري بس عليا، ده انا هدلعك. يلا يا واد احمد ما تنزل يا اخوي، ولا مستني الفجر يأذن علينا وتنيم البت الحامل جعانه من غير ولا لقمه وربنا يحاسبك بقى. خالد بصله بتريقه وقال انزل يا قلب ابوك، يلا عشان جعانين وعايزين نتصحى. تلا بصت له وضحكت وقالت ابلع يا رايق، ما تنساش تكتر الطحينه على الفول واديني في الزيت الحار عشان جده الايرون مان ده. بصلهم احمد بغيظ وهو بيقول الحفله عليا النهارده يعني ولا ايه؟ ما تشوف لك صرفه فيهم يا شكشك، ولا انت مش قادر غير عليا يعني؟ شكشك بصلهم وهو بيقول يا حبايبي بتسبقوا الاحداث ليه بس؟ اتقالوا ده المهام متقسمه عليكم واحد واحد يا حبايبنا. خالد بصله وقال ادخل في المفيد يا بابا، فاطمه حبيبتي ام لسان طويل هتقوم وتعمل الشاي من ايديها الحلوين، اما بقى تلا الفتنس البت المعطبه دي هتقوم تجهز السحور اللي اخوها احمد هيجيبه، واهم حاجه الروح التعاونيه عشان ربنا يديم المحبه بينا. بصت له فاطمه بغيظ وقالت وهو فين التعاون ده ان شاء الله؟ وتلا بصت له وهي رافعه حاجبها وقالت والله عال قوي، يبقى موجود 3 رجاله في البيت في بيت واحد ويشغلوا الستات الغلابه؟ طبعا ولا كاني سمعت حاجه، هي الستات ماتت ولا ايه؟ عايزين تبرشطوا وتشغلوا الرجاله الطف الكائنات ولا ايه؟ يلا يا احمد يا ابني جو. اما صحيح ستاتيه، هي ايه الستاتيه دي يا بابا؟ زي الرجوليه كده يا خالد، ريح بس انت. احمد بصله بغيظ وهو بيقول ربنا على الظالم، بقى الدكتور اللي بيقعد بالالف طالب قدامه دكتور احمد اللي مفيش حد يتجرأ يبصله في عينيه الا وهو مرعوب ينزل يجيب فول وطعميه. يا وجع الدكتوراه والماجستير والله. ساعتها شكشك زق وهو بيفتح الباب وقال اللهم اني هصوم، انزل يا احمد يا حبيبي، يلا بدل ما انزلك وما افتحلكش الباب، انزل ربنا يهديك. احمد نزل وهو بيبصله بغيظ وبيستغفر ربنا، وكان ماشي وما يعرفش مكان اي حاجه. واقف بنت صغيره كانت لابسه الاسدال وقال مساء الخير يا مدموزيل. البنت بصت له من فوق لتحت وقالت بقرف وشرشحه جرى ايه يا اخوي؟ ايه مناديل دي؟ انت شايفني قدامك ايه؟ ايه الهبل ده؟ انا غلطان اني بحترمك يا فاسله انت. عموما بعيدا عن طريقتك اللي كلها قله ذوق دي وهمجيه، فين بتاع الفول والطعميه اللي قريب من هنا من فضلك؟ ادخل يا اخويا في الزخنقه اللي على اول العطفه اللي جايه دي هتلاقيه في خلقتك. كان باصص لها باستغراب وقال ايوه يعني حضرتك ده بيتركب له ولا في مكان تاني بعيد عن هنا؟ اعمل ايه يعني؟ ما فهمتش اروح فين يعني ولا اجي ازاي؟ تعالى يا اخ انت شكلك لخمه وعلى الله، انا كده كده رايحه عشان اشتري السحور. ربنا يبارك لك والله يا انسه. مشي مع البنت لحد ما وصلوا قدام بتاع الفول. احمد بصلها باستغراب وقال الله ما هو قريب اهو، امال ليه بقى حسيت من وصفك انه محتاج اخد اول طياره على موسكو؟ ضحكت البنت وقالت ادخل يا اخ يلا تعالى ناخد لنا دور عشان نلحق نتصح، يا اما على كده ممكن نفطر بالحاجات دي بكره ان شاء الله. هو زحمه كده ليه؟ هما بيوزعوا الاكل ببلاش ولا الناس يعني اول مره تاكل من قرن فات؟ شوف يا اخ هو ده الوحيد اللي هنا في الحاره، وكمان عندنا هنا كله فيه العاده دي، بيعاملوا رمضان كانهم ما كانوش بياكلوا قبل كده، او مش عارفه بقى، هي بتبقى فرحه كده وعادات. شوف اهو تلاقي الحاره كلها بتفطر وتتعشى فول كل يوم، لكن برضو اول سحور في رمضان لازم نتسحر فول وطعميه، ومش بعيد يبقى الشهر كله السحور كده. دي عادات ربنا ما يقطعها. احنا بنستقبل رمضان بكل امل ان ربنا يكبر بخاطرنا فيه وما يخرجناش منه غير واحنا مجبورين وقريبين اكتر من ربنا.
بصلها بابتسامة وقال: كل سنة وانت طيبة وبخير يا أنسة، يا رب يديمها نعمة إن شاء الله. وفضلوا واقفين في الطابور، وكان كل ما يتزق ينفخ بزهق وهو بيقول: ربنا يسامحك يا جدو شكشك، خليت منظري كأني واقف متشكشك حرفيا. كان كل شوية يبص للبنت اللي معاه ويقول: هنمشي امتى يا أنسة؟ كلها 5 دقايق يا أخ. وبعد شوية سألها تاني: هنمشي امتى يا أنسة؟ 5 دقايق بالظبط. خلاص هاني. وبعد ساعة سألها تاني وقال: هنمشي امتى يا أنسة؟ الفجر فاضل عليه 2 ساعتين. خلاص يلا دورنا جه اهو. أول ما وصل وقف يبص للراجل وقال: بص هو أنا مش عارف، بس هات من كل حاجة عندك، يعني على ذوقك بقى، ونوع وشكل كده يكش يعجب عم شكشك. عينيا يا باشا. بصله باستغراب وهو بيقول: ايه بواشة دي؟ مش مشكلة، المهم ان امشي. وبعد ما خلصوا طلباتهم احمد جه يطلع الفيزا من جيبه ملقاهاش. كان هيعيط من الموقف. انا بعتذر جدا، بس الفيزا شكلها اتسرقت كده، وانا معيش ولا جنيه في جيبي، بس الساعة دي كاسيو، ممكن تاخدها تبيعها وتشوف لو حقها مكملش معاك، اجي الصبح اديلك الباقي. ساعتها كل اللي واقفين ماتوا على نفسهم من الضحك. والراجل بتاع الفول بصله وقال: حد ضحك عليك وقالك انك جاي تجيب كباب من عند قصر الكبابجي؟ يا ابني احنا محل فول وفلافل على باب الله، باخد حق توتو على كبوته. يعني ايه يعني؟ معقول مفيش كريدت هنا ولا حتى عايز تتمن الساعة؟ بصله باستغراب وقال: ده صنف جديد بقى، قولي عليه عشان اضيفه للمنيو. منيوم؟ منيوم ايه بس يا حاج؟ طيب انا معيش فلوس في جيبي ولا الفيزا حتى. البنت اللي معاه بصت له وقالت: خلاص حط الحسابين على بعض يا حاج. بصلها احمد باحراج وقال: ايوه بس كده ما ينفعش. خلاص يا اخ بقى. وبعدين انا عرفت انك من تبع عم شكشك، ده خيره مغرق الحاره كلها، ما حصلش حاجه يعني. خد يلا حاجتك وروح اتسحر بألف هنا وشفا، وسلمي على الجماعه كلهم، وكل سنه وانتم طيبين يا اخ. احمد اخد حاجته وهو طالع العماره وبيقول بابتسامه: الدنيا لسه بخير والله، بت ب100 راجل. واول ما شكشك فتح شده من ودانه وهو بيقول: حرام عليك، داهيه في اللي يعتمد عليك بعد كده. 3 ساعات عشان تجيب لنا سحور؟ ده احنا سخنا ميه الشاي وكبناها 5 مرات. ايه اللي مأخرك ده كله؟ كنت بتعيط ولا ايه؟ دخل وحط الاكياس على الترابيزه وقال: جدو شكشك، انت ما تتكلمش معايا خالص ولا لسانك يخاطب لساني. انت خليت منظري وحش قوي قدام الناس. ما تقولي ان محل الفول ده مش بياخد فلوس بالكريدت يعني؟ انا نازل ومعيش غير الفيزا، لا وكمان اتسرقت مني ومعيش ولا ربع جنيه مخروم حتى. جيت اسيب له الساعه الكاسيو بتاعتي مرضيش ياخدها. مش عارف بقى سعرها قليل على الحاجه دي ولا ايه. كلهم ماتوا على نفسهم من الضحك. وشكشك قال: يخرب بيت شكلك يا واد، ضحكتني، نازل لمحل الفول اللي في الحاره بالفيزا. وضحك شكشك وهو بيقول: مش قادر، ومش عارف ليه مرضيش ياخدها كمان. مرضيش ياخدها عشان يا عبيط الحاجة اللي في ايدك دي كلها ب50 جنيه، انما الساعة تعدي فوق بكتير. اضحك اضحك كمان، انت شايفني عايش ومقيم في الحارة يعني؟ ضحك شكشك وهو بيقول لفاطمة: يا عيني عليكي يا بنتي يا فاطمة في حظك المهبب. دخل احمد وقعد على الكنبة وعمل نفسه مقموس وهو مربع ايديه: طالما انا مش نافع بقى وعاملين عليا حفلة ام كلثوم النهارده، عندكم غيري كتير، بسم الله ما شاء الله يسدوا عين الشمس، ابقوا نزلوا اي حد فيهم. فاطمة جريت عليه وقعدت جنبه وهي بتقول: يا اخويا ده جدو شكشك بيهزر معاك، قوم بقى ما تبقاش قفوش كده، يا اختي كوتي كوتي. ضحك لما قالت له كده، وشكشك حدفه بالشبشب وهو بيقول: يا ابن الضال، بقى بتقول لك يا اختي كوتي كوتي تقوم ضحك زي اللهبل؟ اما رجاله مخها فوت بصحيح. بصله خالد وهو بيقول: خلاص بقى يا شكشك، حضروا يلا السحور يا اخوانا، خلونا ناكل. جهزوا السحور وقعدوا كلهم على الترابيزه، واحمد قعد جنب مراته وتلا قعدت جنب خالد ابوها. بصلهم بحب وقال: يا حبايبي، منظركم حلو قوي مع بعض، ما شاء الله عليكم. كان نفسي اقول كلام كتير واشكر فيكم اكتر من كده بقى وشغل الجد، بس روح الشباب فيا هتجنني. يلا كلوا بسم الله، ربنا يجعله شهر مبارك علينا يا رب، ويقومك بالسلامة يا متعوسة، وتتجوزي ونخلص منك يا مجنونة. ضحكوا كلهم سوا بحب وقالوا في نفس واحد: آمين. وبعد ما خلصوا سحور قعدوا سوا وشربوا الشاي. خالد بص لشكشك وقال: هتفطرونا بقى بكرة ايه يا بابا شكشك يا حبيب قلب انت؟
شكشك بصله وهو بيفخم في نفسه. حاجة كبيرة قوي قوي قوي، كلكم بتحبوها من أهبالكم لأعباطكم. ما بحبش أتكلم عن نفسي كتير، بس قلت انتوا برضو أحفادي وابني ولازم أحتفل بوجودكم سوا. ابتسم أحمد بفرحة وقال: الله، استنوا بقى أما أتخيل، أكيد محمر ومشمر بقى. الله، بطاية كده برندوية ولا حاجة كده جميلة. تلا ردت وقالت: أكيد حمام وفراخ وبط. أموت أنا، أيوة كده الواحد يصوم بحماس. شكشك ابتسم وقال: الفطار بكرة إن شاء الله شوربة عدس من اللي قلبكم يحبها، عشان تكسبوا مناعة كده وتخلي قلبكم حديد، حاجة على مقاسهم كده. المهم نبقى سوا وناكل على ترابيزة واحدة يا ولاد. أحمد بصله بغيظ وقال: شوربة عدس إيه يا جدو؟ هو إحنا والدين ولا حد اشتكى وقال إننا تعبانين ومحتاجين نتدفى؟ ده صيام يا جدو، صيام، لو مش واخد بالك يعني. والله بقى يا متأمر انت، ده اللي عندي، ولو مش عاجبك ما تصومش. يا بابا يا حبيبي، يعني ناكل شوربة عدس ليه؟ بحبحها شوية. تلا وفاطمة ضحكوا وقالوا: خلاص يا جد شكشك صعبوا علينا. شكشك بصلهم وقال: خليها مفاجأة، ما يصعبش عليكم غاليين، دول رجالة يعني عايزين استغفر الله، احنا في أيام مفترجة ومش هتكلم، اللهم إني هصوم. بصله أحمد بغيظ وهو بيقول: انت بتسخن عليا مراتي يا جدو؟ ما هو ما كانش العشم برضه، وبعدين هو انت ايه لا مؤاخذة؟ بس يا قليل الأدب اسكت، راجل طبعا وسيد الرجالة كلهم. خالد بصله وهو بيقول: علينا كلنا يا حبيبي، صلح الجملة، أبويا بيقيم علينا الحرب. وبعد شوية الفجر أذن وقاموا كلهم يصلوا فرضهم، وبعد ما خلصوا صلاة الفجر شكشك بصلهم وقال: ربنا يثبتكم يا رب وافرح بكم دايما يا مغلبين. ودخلوا كلهم يناموا. وتاني يوم الصبح من بدري شكشك دخل أوضة أحمد وكان بيزقه في كتفه وهو بيقول: أحمد، أنت يا واد يا أحمد. قام اتفزع من نومه وهو بيقول: إيه خير؟ قوم يا واد، قوم جاتك ألف نيلة، قوم ورانا شغل كتير. نفخ أحمد بزهق وقال: شغل كتير إيه بس يا جدو شكشك، أنا عايز أنام بقى، اتقي الله في نهار رمضان. حدفه بالشبشب وهو بيقول: تنام ده إيه؟ مراتك قايمة من النجمة وانت عايز تفضل نايم لي زي اللوح كده؟ طيب مراتي بدالي خالصة يعني، سيبني بقى انام. طلع وهو بيقول: طب يا احمد، لو ما لقيتكش قدامي هفطرك شوربة عدس او بصارة بحق وحقيقي. لقاه نط من على السرير في ثانية وقال: لو على ايه، هو يبقى موت وخراب ديار بناقص النوم. ودخل عم شكشك لابنه وهو بيدلق عليه جردل المية كله. قام اتفزع وهو بيقول: هو البيب بيغرق ولا ايه يا بابا؟ الحق، باين المواسير عندك ضربت. ضحك شكشك وهو بيقول: قوم يلا، حان وقت العمل. ومواسير ايه دي اللي ضربت؟ مفيش غير دماغك المعفنة دي هي اللي ضربت. ايه، المغرب هيأذن؟ اه يا اخوي، المغرب هيأذن الساعة 8 الصبح. قوم يا خالد يا ابني واصطبح وقول يا صبح عشان ما نزعلش من بعض. وسابه ودخل عند تالا وهو مشغل الراديو بأعلى صوت جنب ودنها وواقف بيغني معاه: مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. تلا قامت من النوم وهي بتنفخ وبتقول: أنا مقدرة فرحتك برمضان، بس يعني أنا مالي، عايزة أنام، ارحمني يا جدو عشان خاطري. تنامي ده إيه؟ الساعة بقت 8، قومي يلا عشان ورانا حاجات كتير تتعمل، قومي يلا هزي طولك. نفخت بزهق وهي بتقول: اللهم إني صايم، اطلع يا جدو يا حبيبي وصحيني قبل المغرب. شدها من على السرير وهو بيقول: أنا هوريكي يا تلا الكلب انت. طلعها وهو بيشدها لحد بره وكلهم ضحكوا عليها. أحمد بصلها وقال: دايما بتحبي يستخدم العنف معاكي، ما تصحي بالذوق يا أختي. خالد ضحك وهو بيقول: صباح الخير يا مصر من بيت عم شكشك. وبعد شوية كانوا واقفين كلهم وهما بينضفوا، أحمد رابط فوطة على راسه وخالد رافع البنطلون لحد ركبته وتلا بقت كلها تراب ومنظرهم كان مسخرة. أحمد بص لأبوه وقال: امسح بذمة يا أستاذ خالد، يا بيه، يا باشا، يا صاحب الشركات، يا عظيم. خالد ضحك بتريقة وقال وهو بيبص لتالا: ده لو حد شافنا من الشركة هيقولوا علينا إيه؟ ضحكت تالا وهي بتقول: هيقولوا علينا إيه يعني؟ قبل الظهر رجال أعمال وبالليل بنشتغل مسح وتنظيف الشقق،
أصلنا بنجري على يتام. أنا لو مراد شافني هيصرف نظر في موضوع الجواز. شكشك جه ووقف قدامهم وهو بيقول: اشتغلوا بذمة وضمير وانتوا ساكتين، كفاية رط على الصبح بقى، وجعتوا دماغنا أنا وفاطمة. بصله أحمد وقال: مش كفاية إننا بننضف أصلا؟ انت احمد ربنا وبوس إيدك وش وظهر يا واد، بطل لمضة وطولة لسان بدل ما جيلك. وبعدين مش كفاية إننا بننضف أول يوم رمضان؟ دي حاجة عمرها ما حصلت، ده أيام المرحومة حبيبتي كنا بننضف قبلها بأسبوع. حبيبتي كانت تعمل وتنكت الشقة كلها وتخدمني كمان. أحمد بصله وهو بيقول بتريقة: ملك يا جدو يا حبيبي، هي تيتا وحشاك قوي كده يعني؟ لو وحشاك نوديك عندها ونخلص. وماله، ابقى فكر ناخدك معايا يا ابن ابني المحترم. خالد بصله بغزو وهو بيقول: ما جبت الشغالة تنضف ليه وخلاص يا بابا وترحمنا؟ اتقوا الله، وهي الخدامة دي بتبقى فترة؟ عايزين تتعبوا الناس وخلاص في عز الصيام؟ والله ده على أساس إن إحنا فاطرين ولا إيه يا جد؟ مش هرد عليك، اللهم إني صايم. خالد بصله بغزو وقال: أنت عارف يا بابا لو حد شافنا باللي بنعمله ده هيتخرب بيتنا، هنشتغل فعلا مساحين بيوت وسلالم. عيشوا عيشة أهاليكم، ده بوكو ده طلع واد خايب معرفش يربي بصحيح. بصله أحمد وقال: عندك حق يا جد، أنا واحد قليل الأدب أصلا وأختي تلا متسولة، سيبنا نروح ننام في بيتنا بقى. راح شده من ودنه جامد وهو بيقول: قلت لك قبل كده بطل لمضة وغتاتة، ماشي يا حمام. نفخ أحمد وهو بيقول: يا جدو حرام عليك، ارحمني، ودني كبرت من كتر ما بتشدها. وبعد ما خلصوا تنظيف تلا كانت بتبص لهم بضحك وقالت: انجوي بقى يا حبايبي، أنا خلصت المسح. ولسه بتقول كده قامت متزحلقة في المية المصابون اللي ما مسحتهاش كويس. خالد وأحمد ماتوا على نفسهم من الضحك وراحوا قوموها. شكشك بص عليها وهو بيقول: مسحك مش عاجبني، شوفي عشان ما عندكيش سلكان بنص جنيه مخروم اتطستي في الأرض شبه الكب. قامت وهي ماسكة ظهرها بوجع وقالت: حرام اللي بيحصل ده، حرام، اللهم إني صايمة. وبعد شوية كانوا البنات وشكشك واقفين في المطبخ وهما بيتكلموا. شكشك بصلهم وقال: فاطمة مرات حفيدي العبيط الأهبل هتحشي المحشي. حاكم أول يوم رمضان ما حسش بيه غير لو فيه محشي بكل أشكاله وألوانه، فلفل وبصل وطماطم وكرنب وبتنجان وورق عنب وكوسة. وتلا حفيدتي المتسولة هتخرط الملوخية وتعملها وتعمل السلطات والشوربة. أما بقى حفيدي الأهبل شخصيا أحمد التعبان في دماغه ده هيحمر البط والفراخ. أحمد كان جه وسمعه وبصله بغز وقال: أمال أنت هتعمل إيه يا جدو شكشك؟ فشر، أنتوا عاوزين شكشك يحط إيديه في حاجة وأحفاده وبناته موجودين؟ والله تبقى عيبة في حقكم، يلا روحوا اشتغلوا. قال كده وطلع وسابهم. أحمد بصلهم وقال: أنا لو قعدت 5 دقايق هنا كمان هرتكب جناية. تلا وفاطمة ضحكوا وقالوا في نفس واحد: اهدى يا فالنتين. وبعد شوية أحمد وخالد كانوا قاعدين ماسكين موبايلاتهم في الصالة. طلع ليهم شكشك وهو بيقول: يلا يا حبايبي، أهم حاجة التكاتف، انزلوا روحوا مشوار كده وهاتولنا تمر هندي وصوبيا وعرقسوس عشان انت بتحبه يا ابني يا مخفنت. قلت أكيد بتتوحم عليه. وبلح الشام عشان تالا، وصوابع زينب عشانك يا أحمد، وبسبوسة وكنافة محشية قشطة عشاني، وانتوا مش لازم، لو اتبقى حاجة ابقوا كلوا معانا واشربوا وخلاص. أحمد وقف بغيظ وهو بيقول: هو حد ضحك عليك وقالك إننا فاطرين؟ على فكرة أنا فرهدت منك بقى، ولسه العصر باقي عليه نص ساعة، يعني لسه بدري قوي، سيبنا صلي العصر. طيب انزل يا واد وبطل كلام عشان ما تفرهدش أكتر يا حبيبي، الكلام لا بيقدم ولا بيأخر. جز على أسنانه بغيظ وطلع هو وأبوه عشان ينزلوا يجيبوا اللي قال عليه. وبعد ما رجعوا وجابوا الحاجات كان كل شوية ينزل واحد فيهم يعمل حاجة لحد ما فرهدهم خالص. المهم إنهم يبقوا في الشارع وخلاص. دخلوا البيت ولقوه واقف في البلكونة. خالد أول ما أخد باله بص لأحمد وقال: بقول لك إيه يا واد يا أحمد، ادخل طيره بسرعة قبل ما يشوفنا ويقول لنا هاتوا حاجة. ولسه كان هيكمل كلامه لقى بيبص لهم وقال: انتوا جيتوا يا عيال؟ ما لسه بدري، استنوا عندكم هنا، هاتولي كيلو مخلل عشان نحدق مع الأكل يلا، هاتوا كيس ملح عشان البنات بتقول إن الملح خلص معاهم. أحمد بصله بغيظ وهو بيقول: صدق اللي قال إنك عم شكشك بصحيح، احترم نفسك يا أحمد بدل ما زعلك. بصله بغيظ ومشي. وخالد كان داخل البيت
بصله وقال: رايح فين يا حبيبي؟ استنى، اطلع انت بقى فوق الدور الخامس عند خالتك بدرية، طلع لها حلويات عشان لازم الطبق بتاع رمضان يطلع وينزل بينا. يلا. هي لسه عايشة يا بابا؟ تف من بقك يا واد. أيوة لسه عايشة، ربنا يديها الصحة. يلا اطلع لها. وخالد خد الطبق وطلع فعلا للست جارته، وبعد شوية نزل وهو بيبرطم بغيظ. أما عند عم شكشك كان واقف مشغل التلفزيون ولقى أغاني رمضان شغالة، وقف يغني وراها وهو بيقول: افرحوا يا بنات يلا وهيسوا، رمضان اهو نور فوانيسه، يا حلاوة التين الله الله، والقمر الدين الله الله. أحمد ضحك وهو بيقول: ما انت فيك صحة وقادر تغني. ضحك خالد وهو بيقول: بيغني بعد ما كسحنا. عارف يا جدو، انت خدت ثواب افطار صائم اكتر من مرة النهاردة يا شكشك. بصلهم شكشك وهو بيقول: انتوا عيال خيبانة، مفيش احلى من رمضان ولا لمة رمضان ولا اغاني رمضان، دي ايام كريمة ربنا يديمها نعمة علينا. ساعتها قالوا التلاتة في نفس واحد: كل سنة وانت طيب يا عم شكشك. وقبل المغرب ب10 دقايق خالد قال لشكشك: احنا نازلين نقف سوا في الشارع وهنوزع تمر وحاجات نفرح بيها الناس. شكشك بصلهم بفرحة وقال: أما رجالة جدعان بصحيح، واخدين كل صفاتي الحلوة، أو بمعنى أصح واخدين صفاتي كلها، لأن أنا ما عنديش ولا صفة وحشة. بصله أحمد وقال: حرام عليك الكدب قبل الفطار ب10 دقايق يا شكشك. حدفوا بالشبشب وبعدين ضحكوا كلهم ونزلوا جريوا على تحت. كانوا واقفين التلاتة في الشارع بيوزعوا تمر وعصاير على الناس اللي ماشية. أحمد بصلهم وقال: تصدقوا يا جدعان، رمضان في الحارة ليه طعم تاني، بس لو من غير غتاتة جده. تلا ابتسمت وقالت: عندك حق والله. ورد عليهم خالد وقال: لو مش في بيت جدكوا شكشك هيبقى أحلى بكتير، ده طلع عينينا. ضحكوا سوا وبعدين طلعوا. كان المغرب لسه ما أذنش. أحمد طلع اترمى على كرسي السفرة وهو بيقول: خلاص مش قادر، عطشان يا ناس هموت، حاسس إني في صحراء. أما خالد عمل نفسه النغمة عليه وقال: ده ولا تكفير الذنوب يا جدعان، أنا مش حاسس بجسمي من كتر ما طلعت ونزلت. تلا بصت لهم وقالت: بطني بالصوصة، مش قادرة، حاسة إن بطني لزقت في عمودي الفقري. أما فاطمة ردت عليهم وقالت: وأنا ابني بيهوهو جوه بطني مش بيصوصة. بصلهم شكشك اللي قال: بطلوا رغي بقى، دقيقتين وهيأذن، ادعوا أحسن. كانوا قاعدين كلهم على ترابيزة السفرة وهم بيبصوا للأكل. ساعتها أحمد قال: الله الله الله، ده خيرات ربنا كلها موجودة. ضحك شكشك وهو بيقول: فضلة خيركم يا ولاد، قلت احتفل بكم بقى يا أحفادي يا حبايبي، أموت أنا في المحمر والمشمر. الله على المحشي وحلاوته، الله. المغرب أذن وكل واحد كان قاعد بيدعي، وأحمد لسه هيمد إيده على الأكل، وتلا وفاطمة بيشمروا كمهم لقوا شكشك شخط فيهم وقال: يلا يلا يا واد انت وهو وهي، محدش يمد إيده على الأكل إلا لما نصلي المغرب الأول، قوموا فزوا على حيلكم يلا. بصله أحمد وهو مش قادر وقال بطريقة تضحك: أنا عارف إنه لازم والله وكل حاجة، بس والله هيغمى علي، يعني قدروا إن مراتي حامل وأنا باكل ل3 دلوقتي مش لواحد بس. ضحكوا كلهم وقاموا صلوا ورجعوا تاني على السفرة. وبعد ما خلصوا الفطار كل واحد لبس العباية بتاعته، وفاطمة وتلا لبسوا الإسدالات. وأحمد ساعتها قال: ما يلا يا ستات بلدنا، التراويح كده هنلحقها على صلاة الفجر وعليكم خير. شكشك طلع وقال: ما تبطل تستعجل يا واد، راعي إن الواحد تقلان بعد الفطار. خالد مسك إيد شكشك ولفه وهو بيقول: إش إش إش، اوعى شكشك المتألق. غمزت له تلا وهي بتقول: أخاف يجيلك عروسة في صلاة التراويح يا جد. أما أحمد ضحك وقال: ابننا غير أي حد برضه. أما إنكم عيال بكاش، كلوا بعقلي حلاوة كمان. ونزلوا كلهم عشان يروحوا الجامع. كان في واحدة جارتهم واقفة في الشباك زي ما عم شكشك بيقف، كانت بتبص على اللي رايح واللي جاي وهي بتقول: اللهم صل على النبي، مين المزز والمزات اللي معاك دولت يا شكشك يا أخوي؟ شكشك خمس في وشها وهو بيقول: 5 في عينك الله أكبر، دول ابني وأحفادي ومرات حفيدي، ريحي نفسك يا أم ونيس وسيبي العيال في حالها. ردت عليه أم ونيس وهي بتعوج بقها وقالت: يا أخويا أنا ساكتة أهو،
شايفني فتحت بقي ولا اتكلمت؟ بس إن جيت للحق أنا زعلانة منك قوي. ليه يا أختي؟ كلت ورثك ولا اتجوزت أمي؟ بقى يا أخويا يبقى عندك شاب زي الورد كده، الطويل الملون والحلو القمحاوي العضلاتي ده، وتديه للغريبة؟ ما أنا بنتي موجودة. أحمد فضل يكح من كلامها، وخالد بصلها وقال: جرى إيه يا ست انت؟ ما تصلي على النبي في قلبك كده. الحقني يا بابا، حاسس إني هيغمى عليا. وكمل كلامه بضحك وقال: طنط دي حكاية. شكشك بصلها وهو بيقول: بنتك مين يا أختي؟ سوسو العمشة ولا توتو الحولة ولا يكونش زوزو الطرشة؟ اسكتي بقى، احنا في رمضان. كل سنة وانت طيبة يا أختي، سلام عليكم. وبعد ما مشيوا من قدامها، شكشك بص لتلا وقال: ألا فين يا تلا خطيبك مراد؟ ما جاش ليه يفطر معانا النهاردة؟ بيفطر أول يوم مع أهله يا جد. طيب، عموما الأيام جاية كتير. وراحوا صلوا التراويح وهم مبسوطين. وبعد ما خلصوا، شكشك وقفهم وقال: خليكوا واقفين 5 وجاي، مش هتأخر عليكم. وبعد شوية جه ومعاه صواريخ وسلك. تلا وفاطمة اتنططوا في مكانهم بفرحة وهم بيقولوا: أيوة كده يا جدو، دلعنا. أحمد ضحك وهو بيقول: انتوا متأكدين إنه جدنا يعني؟ شكشك بصلهم وقال: يلا، أصحاب القلوب الضعيفة تيجي على جنب، وأصحاب القلوب الحديد اللي زيي تخليها في صفي عشان يصفي. يلا، مين ياخد سلك؟ ضحكوا كلهم على كلامه، وكانوا عمالين يولعوا في الصواريخ وهم مبسوطين جدا. كانوا واقفين في وسط الشارع وعاملين قلق. فاطمة بصت لأحمد بحب وقالت: أنا مبسوطة قوي طول ما أنا معاك يا أحمد، بحبك قوي. أنا اللي مبسوط طول ما أنا شايف فرحتك، أهم حاجة عندي فرحتك يا بطوط. وبعد شوية كانت واقفة مش مريحة نفسها، بصلها وقال: يا بت اهمدي بقى، فرحانة يا حمودي؟ الله، كفاية إني معاك. خلاص ثبتيني يا بطوطة، اعملي اللي انت عايزاه، ولما رمضان يخلص نبقى نتحاسب. ضحكت وضربته في كتفه. وبعد ما طلعوا قعدوا شوية عشان يستعدوا إنهم هيمشوا. ساعتها شكشك عمل نفسه بيعيط، وأحمد قال: فين الكنافة بالقشطة؟ هاتوهالي. كنافة مين اللي بالقشطة ياض انت؟ دي بتاعتي. في ايه يا شكشك؟ هو أنا هاكل ورثك يعني؟ دي كنافة، هجيب لك غيرها كتير عادي يعني. اللي يفكر يرمش لها هطلب له الإسعاف يشيله. خلاص مش عايز حاجة، هاتوا التمر هندي. طيب، لأ برضه، دي على قدي. ساعتها خالد قال: هاتولنا أي حاجة نحل بيها، خلصون. هاتوا خشاف باللبن حتى. والله بقى اتصرفوا مع تلا وفاطمة في الموضوع ده، أنا وهم خلصناه من حلاوته. أنا بقول نقوم نمشي يا بابا، إحنا ملناش مكان في البيت ده ولا محسوب حسابنا. وبص لشكشك وقال: أظن إحنا كده أهو أثبتنا لك ولائنا وحبنا ليك. هنمشي بقى، ورانا شغل بكرة، وكمان هنروح نقعد في بيتنا. عمل نفسه مش سامع وقال: هاتي يا بنتي يا فاطمة التمر هندي يلا. أحمد بصله وهو بيجز على أسنانه منه. وبعد ما شربوا التمر هندي، خالد بصله وقال: طبعا يا بابا احنا مشاغلنا كتير، وانت عارف لازم خلاص نمشي. يا بنتي يا تالة، هاتي الشاي يلا. وبعد ما شربوا الشاي، أحمد اتكلم وقال: طبعا يا شكشك احنا لازم نمشي عشان ما يتراكمش الشغل علينا، وهنبقى نجيلك يوم تاني قريب إن شاء الله. ويا ريت انت تيجي تقعد معانا رمضان كله. يا فاطمة، انت يا بنتي يا فاطمة، هاتي القطايف، عاملهم بإيدي أطفاية أطفاية. أحمد قام وقف وهو بيقول: يا شكشك بلاش لف ودوران، بنقول لك يلا عشان هنمشي، بتتوهنا ليه؟ شكشك بصلهم وقال بتمثيل: بقى كده يا ولاد، زهقتوا مني وعايزين تسيبوني في شهر زي ده لوحدي؟ مين يملى عليا وحدتي؟ رد عليه أحمد وقال: لا، احنا ما اتفقناش على كده، انت أقنعتنا نقضي معاك أول يوم رمضان وبس. أيوة يا بابا، لا أكتر ولا أقل، وكمان قضينا معاك الوقفة أهو. وبص خالد للبنات وكمل كلامه وقال: يلا يا بنات عشان هنمشي. بص لهم شكشك وقال: بكرة كمان وخلاص، ما تكسروش فرحتي. ما هو الصراحة بقى، ابن خالي ابن عمة جوز أخت ست عمتي عازمنا عنده على الفطار، وأنا مش عايزة أكسفه، عيب ما يصحش، ده الراجل أول مرة يعملها. مين ده يا بابا؟ لا، إحنا لازم نروح الشركة. شكشك بصلهم وهو بيستعطفهم وقال: اسمعوا مني، بكرة كمان وخلاص، لو قلتلكم حاجة تاني
امشوا وما تسمعوش كلمتي، هتتبسطوا والله. نفخوا هما الاتنين بزهق لما لقوا كمان البنات مصممين معاه وقالوا: بكرة وبس يا شكشك، بكرة وبس، وأمرنا لله على عمايلك دي. ضحك بخباثة في نفسه وهو بيقول: ده أنا هخليه رمضان ولا في الأحلام عليكم يا حبايب شكشك. ولحد هنا بتخلص قصتنا يا حبايب قلبي. أتمنى إنها تكون عجبتكم، ولو عجبتكم فرحوا قلبي باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. وأشوفكم بخير في القصة الجديدة، ومع السلامة.